السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم دكتور أمين صابر، معمل بايولاب للتحاليل الطبية بالمنصورة. احنا كنا عايزين نتكلم النهاردة عن طريقة عد كرات الدم البيضاء على شريحة الهيموسيتومتر، ودي طريقة ان شاء الله بسيطة وهتعجبكم. احنا في البداية عايزين نشوف شكل الشريحة اللي احنا هنشتغل عليها. عندنا الشريحة بتبقى بالشكل ده اللي قدامنا. احنا في البداية بنعد كرات الدم البيضاء على المربعات اللي انا هعلم عليها دي. ده المربع رقم 1، ده المربع رقم 2، ده المربع رقم 3، ده المربع رقم 4. بنبدأ نعد فيهم كل كرات الدم البيضاء ونكبر ونروح للمربع الاولاني ونعد فيه كرات الدم البيضاء اللي موجودة. أدا 1 2 3 4 5 6 7 8. دول 8 خلايا موجودين في المربع الاولاني. طيب الطريقة اللي احنا هنمشي عليها ازاي؟ رقم 1 الأول بنبص على عندنا 4 أضلع موجودة للمربع اللي احنا بنعد فيه. بنحط غيامة كده تخيلية على الضلعين، على ضلعين من الأربع أضلع، ونعد اللي في الضلعين التانيين. يعني هنخبي الضلعين دول، أي خلية عليهم مش هنعدها الضلعين دول. اما الضلعين التانيين اللي هو ده اللي على الشمال واللي فوق، اي خلية هنعدها عليه. احنا وصلنا في العدد المرات دلوقتي ل 8 خلايا. لو بصينا شوية كده هنلاقي هنا خلية وهنا تحت في خلية، يبقى كده 10 خلايا من كرات الدم البيضاء اللي موجودة عندنا. بنعدهم ويزيد العدد في العداد ده يبقى 10 خلايا. نيجي نكبر شوية علشان نشوف اذا كان في شوائب ولا حاجة. احنا لو اشتغلنا على العدسة العشرة مش هنشوف الشوائب دي، وهنفكر ان هي خلايا بيضاء. ده للناس اللي هي لسه مبتدئة. اما الناس اللي هي اتعلمت وعندها خبرة شوية هتقدر تفرق بين الخلايا دي على العشرة. لو جينا بصينا هنا هنلاقي هنا شوائب وهنا شوائب، الاتنين دول ما بيتعدوش خالص، ودي بس اللي هي الخلايا بتاعتنا هي اللي بتتعد. يبقى احنا عندنا دلوقتي 10 خلايا كرات دم بيضاء. احنا بنبدأ نجمع الخلايا في الاربع مربعات دول ونجمعهم ونضربهم في 50. هنبدأ دلوقتي بقى نروح للمربع رقم 2 اللي هو ده، ونبدأ نعد فيه كل الخلايا البيضاء اللي موجودة عندنا. هنيجي بقى نعد كده اللي في المربع ده. نعد ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9. لو بصينا على الضلع ده مفيش حاجة خالص، واصلا لو كان فيه مش هنعدها على الضلعين دول، ده الضلع ده والضلع ده. اما الضلعين التانيين اللي هو ده وده لو في اي حاجة عليهم هنعدها ويضافوا للتسعة. احنا كان عندنا في المربع الاولاني كام واحدة؟ 10 خلايا، والمربع ده كام؟ 9. يبقى العدد عندنا 19 خلية. خلصنا المربع رقم 2، نبدأ بقى نروح للمربع رقم 3 اللي هو ده، ونبدأ نعد فيه كام خلية ونشوفها. هذا المربع ده اهو. نقف هنا، نيجي بقى نعد. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و19 اصبح العدد 30. ولو لاحظنا ان احنا بنعد بطريقه بالزجزاج، بطلع المربعات دي كده كده وانزل تحت واطلع تاني لفوق وبنزل تحت، علشان نحاول ما نعدش او نكرر عدد من الخلايا. خدوا بالكم ان احنا في العينه دي العدد الخلايا قليل عشان نقدر نعدها. اما في بعض الخلايا العينات بتبقى عدد الخلايا كتير، فممكن نتلخبط في العدد. احنا خلصنا المربع الثالث وكان فيهم 11 و19 اصبح العدد عندنا 30. نبدا بقى نروح للمربع الاخراني ونبدا نعد كل اللي فيه، كل الخلايا البيضاء اللي فيه. نبدأ بقى نعد بالطريقة بتاعتنا تاني زي ما احنا قلنا. ده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دول 10 خلايا دم بيضاء على ال30 اللي كانوا معانا قبل كده. يبقى احنا عندنا 40 خلية، وطبعا دول شوائب ما بنعدهمش. يبقى احنا عندنا كده مجمل او مجموع الاربع مربعات بتوعنا اللي هي ده وده وده وده، 4 مربعات مجموعهم 40 خلية. بنضرب في الكونستانت الثابت بتاعنا 50، يبقى 40 في 50 ب 2000 خلية.
احنا عارفين ان النورمال بتاع كرات الدم البيضاء في العينة من 4 ل 11، من 4000 ل 11000. احنا عندنا دلوقتي العينة دي فيها 2000 خلية. كده عدينا كرات الدم البيضاء. نفس الطريقة بتاعت اللي هي تخبي ضلعين وتعد كل اللي على الضلعين التانيين، هي دي الطريقة اللي احنا بنمشي عليها في كرات الدم الحمراء والبليتلت. كده خلصنا كرات الدم البيضاء. دمتم في امان الله. سلام عليكم.